البحيرات المالحة. 1 سيوة. أنا داخل بحر الرمال الأعظم، والعضة بتاعت التعبان ده سامة. مية بترفعك لفوق لوحدها. السحلية دي بتعوم في الرملة أحسن من السمكة. الناس بتيجي البحيرات المالحة هنا من جميع أنحاء العالم. الصفاء والنقاء هنا في سيوة. نفسي اعرف انتوا عايشين ازاي وبتاكلوا ايه؟ يعني بتاكلوا ايه؟ والنهارده احنا هنروح مكان من أجمل الأماكن في سيوة. احنا كده رايحين البحيرات المالحة. تقريبا كده وصلنا، يعني قربنا نوصل، بس أنا شايف بحيرات كتيرة فيها ملح لونها أبيض. بصوا كده، بداية بحيرات الملح. دي البدايه. احنا في البداية. واحد سيوة من أجمل الأماكن أو المدن في العالم. بحيرة الملح لها فوائد كثيرة وعديدة. فوائد بحيرة الملح إنها بتعالج أي التهابات، روماتيزم، روماتايد، فدي إحدى الأشياء اللي بتعالجها بحيرات الملح. شوفوا الصفاء والنقاء هنا بسيوة. يا جدعان المكان عاجبكم؟ قوي قوي قوي. وصلنا ببحيرات الملح. بصوا منظرها عامل ازاي. المية حلوة قوي، بتوجع الجسم جدا. الملح فيها نسبته عالية، فهننزل نص ساعة مثلا. بص شكلها عامل ازاي. دي من أجمل الأماكن في سيوة. الناس بتيجي البحيرات المالحة هنا من جميع أنحاء العالم عشان خاطر تتعالج في الملح ده، البحيرات المالحة. هوريكم النهارده بحيرة في بحيرات سيوة الملحية. من كتر ملوحتها ومن كتر الشمس والإضاءة بيتكون فيها بكتيريا نادرة شوية بتقلب البحيرة كلها للون الوردي. بصوا معايا كده. واحد سيوة في كمية بحيرات هنا كتير جدا، ألوانها مختلفة وأشكالها مختلفة. يعني بصوا مثلا البحيرة دي لونها عامل إزاي؟ لونها وردي. والبحيرة اللي هناك لونها أزرق. بصوا البحيرات اللي هناك دي لونها أزرق فاتح. منطقة البحيرات المالحة في سيوة غنية جدا، هتقابل أشكال وألوان من البحيرات ملهاش عدد. الأماكن دي من تحت مجوفة، كنت واقع في واحدة دلوقتي. طبعا لما بتحط رجلك كده بتقع. شايفين؟ إيه هننزل خلاص؟ مستحيل تغرق هنا، المية بترفعك لفوق لوحدها عشان كثافتها عالية. أنا حاسس إن أنا طاير. والله بجد. تحس إنك طاير على المية، مش بتعوم، مفيش حاجة بتسحبك. والبحيرات المالحة هي عبارة عن بحيرات مياه جوفية خارجة من بطن الأرض، ومستحيل تلاقي أي حيوان يعيش فيها، وده بسبب ملوحتها العالية وكثافتها العالية اللي هتخليك عايم على وش المية غصب عنك. والبحيرات المالحة بتعالج مشاكل كتير جدا جلدية، وكمان الروماتيزم ومشاكل المفاصل.
اياه هي بتنفض مش عارف افتح عيني اصلا. هي مفيدة جدا للعين بس بتحرق جدا، مش قادر افتح عيني. انا عيني بتحرقني جدا جدا. الملح بيحرق جدا في الجسم، محتاج لازم تستحمى على طول بعدها. الموتوسيكل جو. واحد سيوة، جزيرة فتناس. وصلنا جزيرة فتناس والمكان ساحر يعني، خلاب طبيعي 100%. والجزيرة دي طلعت من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها في مصر. أهل سيوة بيقولوا إن الغروب هنا أحسن غروب في مصر كلها، فتعالوا نقعد لحد الغروب ونشوف عندهم حق ولا لأ. تحفة تحفة. الشمس قربت تنزل وتقريبا كده هيطلع عندهم حق، وده هيطلع أحسن غروب في مصر كلها. ونسيت أقول لكم إن معنى كلمة فتناس بالأمازيغي أرض الغروب. أنا داخل بحر الرمال الأعظم بدور على أنواع تعابين معينة. شايفين القصر الصغير ده؟ ده قصر ثعلب الفنك. ثعلب الفنك هنا في الصحراء الغربية منتشر بطريقة كبيرة يعني. بإذن الله نقابل واحد. شايفين المية اللي هناك دي؟ هنروح دلوقتي نعرف دي مية مالحة ولا عذبة. أتمنى تبقى مية عذبة علشان نقدر نشرب منها. زي ما توقعت المية دي مالحة مش عذبة، ما يغركش إن هي في وسط الصحراء وطالعة من بطن الأرض. مفيش أي حاجة هنا صالحة للحياة. المية مالحة، في طيور بس مفيش سمك. لو أنت في الصحراء وقابلت مية مالحة زي كده اوعى تشرب منها، لأن الملح اللي فيها هيجيب لك جفاف في أسرع وقت، ممكن يموتك. وحاول تشوف حل تاني أحسن، يعني مثلا مية البحر والمية المالحة ممكن تتبخر وتشربها عادي وأنت في الصحراء، بس اوعى تشرب منها وهي كده. سبحان الله، في نص الصحراء ممكن تلاقي مية مالحة عادي. بصوا آثار أقدام الطيور قد إيه. البحيرة هنا فيها طيور كتير جدا بس أنا لسه مش قادر أحدد نوعها إيه. خلوا بالكوا جنب المية في الصحراء بيبقى في حاجة زي كده، تحس في الأول إن هي طينة عادية
بس دي رمله متحركه، كل ما بتحاول ان انت تطلع منها بتغرز اكتر. اجمل حاجه في الصحراء ان انت بتبقى لوحدك، مفيش اي حد، انت والحيوانات بس. بص بتدفن نفسها ازاي، سريع جدا. وعلشان كده سموها سمكة الرمل، عشان السحلية دي بتعوم في الرملة أحسن من السمكة. سمكة الرملة عندها أسلوب دفاع عن نفسها غريب شوية، والأسلوب ده إن هي بتدفن نفسها تحت الرملة، وبكده مش هتشوفها أصلا. لو قابلت السحلية دي في أي مكان حاول ما تأذيهاش، لأن أعدادها بدأت تقل بسبب الصيد، فخلي بالك منها وحافظ عليها. شايفين جمالها؟ أنا كنت فاكر إن الجو هنا هيبقى حلو، الجو حر قوي، المية خلصت مني، لازم الاقي مصدر بالمية. طبعا انا هطلع دلوقتي من الصحراء، هطلع فوق خالص، المفروض ان انا الف كل ده علشان اطلع من هنا. بحر الرمال الاعظم يا جدعان، صحراء غربية. وصلت الكامب. طبعا عايز اقول لكم الكامب ده كله انا تقريبا قاعد فيه لوحدي، مفيش اي حد هنا. اكتر حاجه هنا النخل وشجر الزيتون، بس احنا مش في موسم البلح دلوقتي، النخله تعتبر فاضيه. انا لقيت هنا حاجه انا بحبها جدا، بصوا ده نب، ده نب استوي حلو جدا. هلم شويه بقى. طعمه حلو قوي، انا بحبه. مسكته لف على الشجرة، اهو يا جدعان، ده تعبان الخضيري، شايفين؟ ولو حاولت تمسكه او تقرب منه زيادة عن اللزوم هيبدأ يعضك، والعضة بتاعت التعبان ده سامة، بس سمه ضعيف شوية،